السلام عليكم. طلاب الثانوية العامة خلاص ما عادش في وقت، شهرين ونص بالكتير وهنبدأ في الامتحانات. طيب انت عايز تلحق نفسك هتعمل ايه؟ المفروض ان مثلا انت خلاص ما عادش فيه غير شهرين ونص، المفروض دي وقت المراجعات، وقت المذاكرة. طيب لو انت اصلا اهملت من اول السنة وما ذاكرتش من اول السنة، وفي مواد كتير واقعة منك جدا، وفي مواد كتير واقعة منك جدا جدا جدا، وبتقول خلاص ما عادش في وقت، هلحق اعمل ايه ولا ايه؟ لا، الوقت لسه حلو جدا معاك، والوقت لسه كبير جدا معاك ان انت تلحق تعوض اللي فاتك. طب انت ما ذاكرتش ووقعت مواد كتير منك، لسه الوقت حلو قوي وكافي قوي ان انت تلم الدنيا، ان انت تلحق نفسك، وانك تجيب اعلى الدرجات باذن الله، وربنا المستعان تجيب على الاقل 96% ان شاء الله. بس تعمل كل النصايح اللي هقول لك عليها في الفيديو دي، وتعملي كل النصايح، اسمعوني للاخر وان شاء الله باذن الله هتجيبوا اعلى الدرجات. بس نكون قدها، ونكون قد اللي احنا المسؤوليه اللي احنا فيها، وقد الوضع اللي احنا فيه، ونعرف كده ان السنه دي هي تحديد مصير حياتنا، يا اكون يا لا اكون. فاحنا لازم نكون ان شاء الله باذن الله بجهدنا وتعبنا، نتعب شويه عشان نفرح بقيه عمرنا. طب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه في الشهرين ونص اللي باقيين دول؟ ايه هي النصايح اللي هتخلينا اجيب اعلى الدرجات؟ نعمل لايك بس كده للفيديو، ما ننساش اللايك. واللي بيشوفني لاول مره، انا حسناء صادق او مس حسناء زي ما اسم القناه موجود. اول حاجه بقى هنعملها ايه؟ ان انت هتقعد كده مع نفسك تحسب عدد ساعات نومك قد ايه، انت بتنام في اليوم قد ايه. لو بتنام فوق ال8 ساعات يبقى لازم اقلل عدد نومي. المفروض هتنام في الفتره دي من 6 ل8 ساعات، مش اكتر من كده ولا اقل من كده، مش اقل من 6 ومش اكتر من 8. فانت لازم تقعد تعمل مع نفسك جدول كده وتعرف انت بتنام وقت قد ايه، انت بتنام وقت كافي ولا وقت زياده عن اللازم وبضيع الوقت في النوم. ما عادش في وقت للتضييع في النوم خالص خالص خالص. طيب يبقى انا كده هعرف ساعات نومي ايه، يا اما هقللها لو هي كتيره، او انام 6 ساعات لو مش بنام خالص، لان ده بيقلل تركيزك جدا جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحاول نقلل من نزولنا للمراجعات، هنكثف المراجعات او هنلم المراجعات اللي احنا بننزلها في ايام معينه، ولازم تفضي ايام للمذاكره وللتركيز، للمذاكره والتركيز. افضي ايام ما كنتش بنزل فيها خالص على قد ما بقدر. حاجه كمان، ما ينفعش ابدا افضل اخد الماده عند مدرس واثنين وثلاثه، ما ينفعش ابدا. المفروض اركز مع حد واحد بس، اركز في ماده واحده بس مع مدرس واحد بس. انما اللي بيقعدوا ياخدوا عند هنا وهنا 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 ما ينفعش خالص. ده هيضيع لك وقتك، وهيشتتك جدا جدا، وهيخليك كمان ايه، ما انتش عارف تركز في ايه، الطريقه انهي اللي هعمل بيها، الطريقه انهي اللي هحل بيها. بعد كده هبدأ أشوف إيه اللي أكتر مادة واقع أنا فيها قوي، وهبدأ أمسكها أكثف فيها شغل وأكثف فيها مجهود جامد جدا جدا جدا. أنا ضيعت وقت كتير قوي، ما عادش في وقت للضياع خالص. لا، أنا المادة دي أنا وقعتها، طب أعمل فيها إيه؟ أركز بقى، أجيب المادة من أولها وأعرف أنا عندي في المادة دي كام وحدة. يبقى في اليوم هذاكر وحدة كاملة من المادة دي، وحدة كاملة هخلصها وهذاكرها علشان أتقنها، وأحل عليها أسئلة كتير، وأسأل مدرسي في الأسئلة اللي أنا مش عارفها. يبقى أنا هشوف أكتر مواد أنا واقع فيها، وهبدأ ألمها مع نفسي، وأبدأ أكثف وأنفصل عن العالم اللي حواليا. انتوا الشهرين ونص دول هتنفصلوا عن العالم اللي حواليكم، هتكون في أوضتك مع كتبك وبس، في أوضتك مع كتبك وبس. اتعب جامد جدا جدا جدا، وابذل مجهود، وربنا هيوفقك. عمره ما بيضيع تعب حد، ربنا عمره ما هيضيع تعب حد ابدا، وهيديك على قد تعبك، وهيديك على قد مجهودك. نصيحة كمان، الغي الموبايل خالص تماما، الغي الموبايل تماما من حياتك الشهرين ونص دول. لو قدرت تمسك موبايل اللي هو بزراير ده يبقى احسن لك بكتير جدا جدا جدا، لان الموبايل ده كارثة. الموبايل بيسحب منك الوقت من غير ما تحس. ما تقوليش ما انا بذاكر عليه، ما انا بتابع مع المدرسين عليه، ما انا بعرف المواعيد عليه. لا، خلي ماما او بابا او حد من اخواتك
هو المسؤول عن متابعة الأوقات بتاعت الدروس بتاعتك والمتابعة مع المدرسين. لكن طول ما الموبايل قدامك وفي فيسبوك وفي واتساب وفيها فيها انستجرام وفي الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي كلها، انت كده مش هتعمل حاجة ومش هتلحق تعمل اي حاجة في الشهرين ونص دول ابدا ابدا ابدا. لكن الشهرين ونص كافيين ان انت لو ما بتذاكرش ولا كلمة من اول السنة، كافيين ان انت تذاكر من اول وجديد، وكأنك من اول وجديد بتذاكر. تقول بقى ده الولاد الدحيحة اللي شغالين من اول سنة هم دول اللي هيجيبوا درجات. ابدا، انت ذكي. ناقص عنهم ايه؟ ناقص عنهم ايه؟ مش ناقصين حاجة، لكن انت ما تعبتش من اول السنة. حاول تتعب كده، جرب يومين تعب، جرب يومين ابذل مجهود في مذاكرتك. انت اضرب موادك، انت اللي عارف مستواك في كل مادة ايه. انت اللي عارف ان مثلا الفيزياء انت واقع فيها، الجغرافيا واقعة فيها، التاريخ انت مش حابة قوي فعايز تذاكري فيها، العربي انا ضعيف في النحو. انت اللي هتحدد مستواك ضعيف في ايه وقوي في ايه، وايه اللي محتاج ان انت تشتغل عليه وتشتغل نفسك عليه جامد جدا جدا جدا. اقفل عليك اوضتك واقعد وابذل مجهود، وربنا مش هيضيع لك مجهودك ابدا ابدا ابدا. حل كتير جدا، شوف كتب وحل، هات كتب المدرسة وحل منها الاسئلة اللي فيها، الكتب الخارجية وحل الاسئلة اللي فيها. رتب المواد اللي عندك كلها من الضعيف للاقوى. انا اي اكتر مادة ضعيف فيها، ايه اكتر مادة ما اديتهاش حقها، تحطها في المقدمة، تحطها في المقدمة. هي دي اللي انا هبدأ بيها. جربوا يومين كده، قضوا اليوم كله مذاكرة، انك تنزل بس ترفيه للدرس. فيش ترفيه الشهرين ونص دول، خلص الترفيه خلاص، علشان ما نرجعش نندم ونرجع نزعل تاني. احنا هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم، موبايل نبعد عنه تماما، نقلل عدد ساعات نومنا لو بننام كتير، ننظم مذاكرتنا من الأصعب للأسهل. المادة اللي أنا واقع فيها إيه همسكها أشوفها، هنفصل عن العالم الخارجي اللي حواليا. انا الشهرين دول بحدد مستقبلي، انا الشهرين دول برسم مستقبلي وبرسم طريقه قدامي. الكلية اللي انا بحلم بيها هحققها وهجيبها وهجيب درجاتها في الشهرين دول ان شاء الله بإذن الله. وانت تقدر وانت تقدري، بس ما تيأس، ما تيأسيش، ما تحسش ان الوقت جري بيك واللي ذاكر ذاكر خلاص السنة جريت، ده دلوقتي هم بيراجعوا. لا، الشهرين ونص دول كافيين جدا 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 ان انت تعيد تاني مذاكرتك من الاول. اتعب، نام 6 ساعات بس، مش لازم 8، نام 6 ساعات بس. كل كويس، كل اكل خفيف واكل صحي. ناكل كويس لكن يكون اكل خفيف واكل صحي، ما يحسسناش بالوخم وان احنا عايزين ننام والكلام ده، لا. واهم اهم اهم نصيحة، انفصل عن العالم، انفصل عن العالم كله، سواء تعامل مباشر او تعامل من خلال الموبايل. خلال الموبايل هنركنه، التعامل المباشر خلاص، هقلل الصحاب، هقلل الكلام في التليفون، هقلل الكلام القعدة مع العيلة. انا قاعد في اوضتي وسط كتبي، منظم كتبي، وانت ادرى واحد انت واقع في انهي مادة وعايز تحسن نفسك فيها، وهتقدر تحسن نفسك فيها عشان يوم النتيجة تفرح وتفرح كل عيلتك ان شاء الله بإذن الله. بالتوفيق للجميع، وانتظروا الفيديو الجاي اقوى من الفيديو ده. السلام عليكم.